ماتش هربان من جيل السير اليكس وارسن فينجر. تشكيل مانشستر كان كويس بالنسبه للعناصر اللي كانت موجوده عشان اصلا نص الفرقه متصاب، بس قلنا حرفيا كارثه عشان داخل فيه 7 اجوان في اخر 3 ماتشات في الدوري الانجليزي ومش طالع غير بكلين شيت واحد. يعني رجله مظبوطه في الكور العاليه بس برده التمركز بتاعه سيء سيء سيء. والماتش بدا بضغط من ارسنال، بعدها كانت هجمات متبادله وفي دقيقه 27 بس استعاب اللي اتكررت من اريكسن، الكره وصلت لراشفورد ناحيه الشمال، بعدها حط قرته تحفه، ومن الهجمه اللي بعدها على طول راح اوديجارد حط التعادل. عشان كان بكل اختصار ده كان دفاع اليونايتد كان 5 منهم ماسكين مارتينيلي وساكا بس، وكان اوديجارد لوحده خالص. يا اخي ربع روقان انطونيو حرفيا احتل العالم. وكانت مشكله دفاع مانشستر غير التمركز ان كان من اي 3 4 باصات من ارسنال بيبقى حرفيا الدفاع كله بره اللعب، والثلاثه دول حرفيا في حته ثانيه خالص. والماتش كان مقفل على الاخر لحد الدقيقه 85، بعدها جرناتشو راح انفراد وحط جون بس حسب اوفسايد. وبجد جرناتشو عنده فينيشنج رهيب، يعني هي كانت كره انفراد بس مثلا ده لو كان انتوني او حاجه كان هتلاقيه بقى قاعد يرقص في الحارس والجو ده. والجون الثاني والثالث بتوع ارسنال كانوا بسبب تمركز الدفاع، بس ده كان عادي بصراحه عشان الطبيعي ان تبقى الفرقه كلها بتهاجم في اخر الوقت. وفي الاخر مبروك لارسنال، كان طبعا فوز مستحق جدا وبس كده.